كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. يلا نعمل بقى رنجة من غير ما نبهدل البوتاجاز ومن غير ما نخلي ريحة الشقة كلها رنجة ونزفر الدنيا. هنعملها بكل سهولة. اي جريل عندك او اي طاسة اي صينية، هنسخنها كويس جدا 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 من غير ما نحط فيها زيت ولا اي حاجة. نقوم نازلين فيها بالرنجة زي ما انتوا شايفين كده، وهنقعد نقلب فيها يمين وشمال. هتلاقوها بتتنفخ كده، ما تخافوش. هتقعد تتنفخ كده، وبعد كده هتقوم ايه زي ما انتوا شايفين كده، تبتدي ان هي تتفتح كده من فوق ومن تحت. اول ما يحصل ده هنقوم شايلينها ومطلعينها بره على طول. تمام. هحط التانية برضو، هتبقى برضو كده معايا بالشكل دوت. بعد كده هبتدي ان انا افصصها في الطبق. انا بحب اشيل منها اي شوك تماما، كل واحد على حسب ما هو عايز، حتى الشوك اللي بيتاكل برضو بشيله. تحفة يا جماعة بجد. جربوها كده، مش هتحسوا اصلا ان انتوا عملتوا رنجة في البيت يعني. هبتدي ان انا اشيل منها، والكلام اللي فيه برضو حاجات دوت بيتاكل. هنشيل بقى كل الشوك كده، وشايفين حتة الفيليه دي حاجة كده روعة. بس انا ههرسها كلها، احط عليها ليمون وزيت وكده. تمام اهو بالشكل دوت. حطيت بقى كام قرن فلفل حامي كده، وهعصر حوالي 3 ليمونات ولا حاجة، وبراحتكم برضو زي ما انتوا عايزين. اهو بالشكل دوت كده. وهنزل بطحينة برضو كتير، وحطيت طبعا شوية زيت كتار جدا، وهبتدي ان انا اهرسها كده، اهرس فيها كويس قوي 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 بالشكل دوت. لايكات يا جماعة كتير كتير كتير. انا بحب اسيب فيها برضو شوية قطع. ابعدوا عن الخل يا جماعة في اي حاجة ليها علاقة بالسمك او بالفراخ، بيزفر جدا. خليكوا في الليمون. قدمتها مع البصل والبطاطس المحمرة وشوية الخيار بالشكل الجميل كده، و20 30 رغيف بقى، وعيشوا يا جماعة. بجد اكلة تحفة. يلا ادخلولي على اليوتيوب واعملولي اشتراك ولايكات كتير. يلا باي باي.